امبارحة شباب من شباب المعرة ماسكين شبيح، وقاموا هدول الشباب بدهم يمشوا على القرارات اللي صدرت من مفتي سوريا. راحوا سلموه للقضاء السوري، للأمن العام، للمخفر المعرة. بيقوم مخفر المعرة بيطالع هذا الشبيح بعد ساعتين. تمام. هذا الشبيح تاني يوم بالضبط شو بيروح بيساوي؟ بيروح ماخد قنبلة وأسلحة ورايح لمكان هدول الشباب ورامي قنبلة وطاعن واحد منهم هلأ بحالة حرجة تحت العناية المشددة. وكليتنا بنعرف شو معنى شبيح. هدول الشبيحة كانوا يعبدوا ربهم بشار، حرفيا يعني كان ربهم هو بشار. الفرق بين الشبيح والعسكري شو كان؟ العسكري كان يكون ببعض الأحيان مجبور انه يروح يقاتل لصالح الاسد، لاني مجبور، ممكن يكون معرض للقتل. اما هدول الشبيحة فهن عم بروحوا بإرادتهم، يعني هن اخذين الشغلة يعني مصلحة. كانوا يقتلوا ويغتصبوا ويسرقوا، كل شيء مستباح تحت ايدهم. اليوم مخفر المعرة بيطالعهم بعد ساعتين وبيروحوا بيفجروا قنبلة بمكان تواجد هدول الشخصين، وبيطعنوا واحد، وواحد منهم بحالة حرجة. هذا الشاب برغبة مين؟ نوجه رسالة إلى الحكومة الرشيدة أن تكافح الفساد. أنتوا مو قلتوا في عدالة؟ مو قلتوا نحن بنتصرف؟ طيب هالناس المساكين إيشو ذنبها؟ هدول الشبيحة مثل السرطان بسوريا، مو واحد واثنين وثلاثة، مليانين بكل قرنة. هدول إذا أنتوا ما اقتصيتوهم من سوريا فهن راح يكونوا سبب بدمار سوريا حرفيا يعني. لهيك بتمنى تنظروا لهذا الموضوع بشكل جدي أكتر، وتحاولوا تحلوا هاي المشاكل، لأني هاي المشاكل تفاقمت كتير، وكل فترة وفترة عم نسمعها بمحافظة هون ولا هونيك.